فنانون غابوا عن عالمنا في ريعان شبابهم، آخرهم طارق عبد العزيز ومصطفى درويش. هنعرف مع بعض من هم الفنانون. كان آخرهم الفنان مصطفى درويش، الفنان الأول الذي يرحل فجأة تاركا جرحا كبيرا لدى محبيه. فتبعه الفنان طارق عبد العزيز الذي توفي داخل لوكيشن تصوير مسلسل وبقينا اتنين، الذي كان يشارك في بطولته مع شريف منير ورانيا يوسف. في 2022 عاش الوسط الفني صدمة كبرى، حيث رحل عن عالمنا المطرب اللبناني جورج الراسي أثر حادث أليم على الحدود السورية اللبنانية، فاصطدمت سيارته بالجدار الحاجز بين الطريقين ليلقى مصرعه بعدها. ويعيش الوسط الفني اللبناني والعربي حالة من الحزن الشديد لرحيله، وكان يبلغ من العمر 42 عاما. كما أن المطربة غنوة الأخت غير الشقيقة للفنانة أنغام قد رحلت أيضا في حادث سير عام 2018، فكانت تقود سيارتها بمفردها بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وتعرضت لحادث سير أليم، الله يرحمها ويغفر لها يا رب العالمين. ولا ينسى الوسط الفني المصري رحيل الفنان علاء ولي الدين فجأة صبيحة يوم عيد الأضحى 2003 عن عمر يناهز 39 عاما. وتوفي الفنان علاء ولي الدين بسبب غيبوبة مرض السكر المفاجئة، لا حول ولا قوة إلا بالله. من بين الفنانين الشباب الذين رحلوا فجأة هيثم أحمد زكي، الذي رحل في 35 من عمره بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية عام 2019. فقد استيقظ الوسط الفني على خبر وفاته بمفرده داخل الشقة التي كان يسكن بها بحي الشيخ زايد بالقاهرة. كان رحيل الفنانة الشابة ميرنا المهندس بمثابة صدمة كبيرة لأصدقائها النجوم، خاصة أنها كانت تتمتع بحب زملائها داخل الوسط الفني، فرحلت عن عالمنا عن عمر ناهز 39 عاما في يوم 5 أغسطس عام 2015، وذلك بعد معاناة مع سرطان القولون. أما الفنان والمذيع الشاب عمرو سمير فقد فوجئ الوسط الفني والإعلامي برحيله في يوم 5 يوليو 2017، وذلك عن عمر ناهز 33 عاما أثر أزمة قلبية. وكان عمرو وقتها في رحلة خارج مصر، حتى إن جثمانه قد تأخر وصوله لأكثر من 17 يوما. توفيت الممثلة والإعلامية المصرية شيرين الطحان في 7 إبريل عام 2023، وكشف مجموعة من أصدقائها قبل رحيلها عن إصابتها بمرض خبيث وخضوعها للعلاج فترة طويلة. تخرجت شيرين الطحان من كلية التجارة، وبدأت العمل كمذيعة في قناة النيل للمنوعات، إحدى القنوات المتخصصة بالتلفزيون المصري، قبل أن تتحول إلى التمثيل. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله يرحمهم جميعا يا رب العالمين ويصبر أهاليهم. طبعا فنانين ما يتنسوش أبدا، يعني بالذات الفنانين اللي دايما وشهم بشوش وبيضحك وقلبهم أبيض ماتوا فجأة، اللي بالسكتة القلبية واللي بحادث سير أليم. ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم في سياح جناته ويسامحهم يا رب العالمين. فضلا وليس أمرا دعواتكم لهم إن ربنا يغفر لهم ويسامحهم. كل ما حد يشوف صورتهم أو تمثيلهم أو أي حاجة يدعي لهم بالرحمة ويدعي لهم إن ربنا يسامحهم. مستنية تعليقاتكم، ولو انتوا أول مرة تشوفوا قناتي اشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم أي جديد أنا بقدمه. أسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.